السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، بصوا الذكر وهو بيجور على الطيرة. بص الطيرة وهي بتتدلع على الذكر، واخد لي بالك انت؟ بص الحلاوة، بص الحلاوة داخلة بقى على التحديق. طبعا هو مش عاوزها تاكل تحديق، طبعا التحديق مهم جدا. دول يا جماعة جوز كينج أبيض، تمام؟ بصوا 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 الجمال، بصوا الجمال. متع عيونك كده معانا، شوف التزاوج والحاجات الحلوه. بص مش هيسيبها وهي عماله تتدلع. دلعت كل تحديق بقى، كل تحديق. ملحي، يلا يلا ملحي يا روح قلبي. ده بقى يا جماعه فوائد التحديق. التحديق مهم جدا جدا للحمام يا جماعه، تحديق مهم جدا للحمام. الناس اللي ما بتحطش تحديق والله خسرانين كتير قوي. التحديق او التمليح للحمام يا جماعه مهم جدا للهضم، كالسيوم طبيعي للجسم، معادن للجسم، مهم جدا لقشره البيض، تمام؟ يعتبر انا شايفه فاتح شهيه للحمام، فعلا فاتح شهيه للحمام. الحمام لما بياكل ويكلف كلفه كويسه وبعد كده يخش يملح او يحدق، بيبقى عنده الهضم كويس جدا جدا، واستحاله تلاقيه عنده عسر هضم ولا عنده امساك ولا الكلام من ده. بينزل لك البراز طبيعي، تمام كده، ولا هو سائل ولا هو متحجر. بص كده التحديق اهي، دخلت الطيره اهي ما شاء الله. فالناس اللي ما بتستخدمش تحديق حتى لو بتربي على السايب عادي، ممكن تعمل وجبه تحديق كل يوم، مش شرط تحط لهم في المحاضن. اللي بيربي محبوس زينا كده بيحط في الطواجن اللي هي البياضات. طب انت بتربي على السايب او حضرتك بتربي على السايب والحمام بيبيض في برنيكات او في جرادل، عادي حط الكلفه وبعديها باربع خمس ساعات حط طبقين تحديق وشوف الحمام هيعمل معاك ايه، او شوف الحمام يعمل معاك ايه، وشوف صحه الحمام هتبقى عامله ازاي. لان ده فعلا فعلا في كل المعادن والكالسيوم والحاجات اللي الجسم بيحتاجها. تمام يا جماعه، شكرا جدا.